انا قلعت النقاب يا رحاب. ليه؟ شالت النقاب قدام الكاميرا. قلعته قدامكم؟ في القناه. يعني انا بنت اهو بتفتن بالبنات اللي هي بتبقى لابسه، يعني بجد ان انا نفسي اعمل زيهم، بس بفتكر ان الجنه تستاهل ان انا اقفل على نفسي وان انا اعمل اللي ربنا قال عليه تمام، عشان ربنا كده يرزقني بعد كده الجنه، ومفيش طبعا احلى من كده. بس احنا بقى بنعمل ايه كاحنا منتقبات او لابسين خمار او نقاب؟ بنعمل الحاجات دي في البيت، بنعوض النقص ده في البيت. اصلا الهدوم اللي هما بيلبسوها بره احنا بنلبسها واحنا بنغسل المواعين. اللي هو بعمل اللي انا عايزاه بس بما يرضي الله برضه. انا كنت في دنيا وبقيت في دنيا تانية، والحمد لله يعني ان ربنا كرم وبقيت في الخطوه اللي انا فيها دلوقتي. لاني كمان الخطوه جت صعبه، ان اهلي ما كانوش موافقين ان انا فضلت اجازف معاهم 3 سنين. يعني انا كنت عايزه البسه اصلا من اولى اعدادي، بس هم ما كانوش راضيين خالص. ان انا مثلا مش هتجوز، ان انا مش ممكن اتعطل في شغل، اتعطل في حاجات كتير. بس انا برضو طبعا الخطوه اللي تيجي صعبه فاحنا بنحافظ عليها. يعني الحاجه كانت صعبه فاحنا لازم نفكر في الحاجات اللي احنا مرينا بيها. عشان كده يعني انت حاسه بتاثيره السلبي اللي هم كانوا خايفين منه ولا لا؟ طبعا كل الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش، وان انا هواجه انتقادات كتير. انا لابسه لحد دلوقتي اهو 8 سنين، انا بقابل ناس في الشارع تقول لي هو انت هتقلعي النقاب ده امتى؟ في عريس عموما او شخص يعني انت حبيتيه قوي، والشخص ده هو قال لك انا بحب النقاب وكل حاجه، انا مش عايزك لابسه نقاب، ممكن مثلا يبقى خمار او حاجه اقل شويه، هتوافقي ولا لا؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أنا خدت الخطوة دي عشان أقرب من ربنا، مش هيجي عبد هو اللي هيبعدني عنها. لا أنا استنى نصيبي، والنصيب الحلو كمان ربنا بيبعت حاجات حلوة كتير، وإن أنا إن شاء الله يعني ربنا هيكرمني بالزوج الصالح اللي يقدر اللي أنا لابساه ويقدر الخطوة الكبيرة اللي أنا عملتها في زمن كله فتن. مش معنى ان انت لابسه النقاب يبقى هو اللي مش لابس النقاب يبقى حرام، لان تقريبا في الخمار والطريقه الصح، فبرضه مش لازم النقاب. يعني النقاب ما افتكرش او يعني ان هو مش فرض اساسي، يعني ما اعتقد، صح ولا غلط؟ لا مش صح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان النقاب هيبقى فرض في زمن الفتن، وطبعا حضرتك مش شايف زمن فتن اكتر من اللي احنا فيه. وان كون واحده تلبس الخمار فدي خطوه حلوه جدا ان هي تقربها من ربنا. اصلا انا لو خدت الدرجه اللي تحت فانا مش ضامنه، انا ممكن انتكس، ممكن امشي في طريق انا مش حباه والكلام ده. انما الخطوه دي انا خدتها عشان تقربني من ربنا اكتر، بس مش اكتر. فاهمك. انا ليه بسالك او ليه حابب ان انا اوضح دي؟ عشان البنات اللي هم واخدين الخطوه الحلوه بالخمار او بيحاولوا يظبطوا حتى لو واحده واحده، ما يفتكروش ان هم لا يعني الدنيا بايظه منهم. لا انت يعني انت كويس وحاول تاني وحاول اكتر يعني. احنا بنحاول كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه في زمن كله فتن. حضرتك شايف الشارع والبنات والدنيا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا رحاب، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كويسه، بس في خبر مش لطيف. ايه؟ بس بالله ما تزعلي. ايه؟ انا قلعت النقاب يا رحاب. ليه؟ انتي كنت شايفه الانتقادات عليا قد ايه يا رحاب، والناس والشارع اعمل ايه طيب؟ ما انا تعبت. والله يا بنتي شكلك جميل دي خالص، يعني ما شاء الله عليكي، يعني ما شاء الله. يعني الواحد كان بيشوف صورك وصورتك كانت جميلة، يعني ليه عملت كده؟ هو حصل حاجة يعني؟ عايزه اعيش حياتي. هفضل كاتمه نفسي بالنقاب كده؟ ما خلاص بقى، وقررت ان انا ممكن يعني بعد فتره لما الناس تنسى حوار النقاب اقلع بقى الحجاب وكده. بصراحة يعني بصراحة انت مهزأة. هعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ انا عايزه اعيش. انا عايزه اعيش حياتي يعني زي البنات. وانت بتشوف البنات في الشارع عامله ازاي، والناس اصلا مش سايباني في حالي، بتنتقدني. انت شايفه برضو. طيب اعمل ايه؟ ما خلاص قررت. شايفة ان احنا نعيش حياتنا نقلع نقاب ونتبرج بقى ونلبس طرح بقى وميك اب بقى والكلام ده، هو ده العيش، هو ده يعني ان احنا نعيش حياتنا بيه؟ والله انت شايفة كده؟ ما تخلينيش ابدا اخاف منك والله. لا عادي، انا قررت ان انا عايزه اعيش حياتي يعني. يا بنتي اقسم بالله ما تقوليش الكلمه دي تانية، والله هشتمك. خلاص ماشي يا سما، عايشه حياتك دلوقتي هما في الدنيا، وفي الاخر بقى تبقي تتكوي بنار جهنم بقى. احط ميك اب واطلعي والبسي بناطيل عادي، بعد ما كانت سما ما شاء الله عليها محتشمه، وكل ما ابص لها اقول الله
يا ريت ربنا يثبتها. وشكلها كان الله اكبر عليها يعني بالنقاب، مش كل الناس هيليق عليها النقاب، بس انت ما شاء الله عليك كده، والله اعلم بقى هتمشي في ايه تاني، الله اعلم. عشان اللي يقلبلك دماغك بالطريقه دي يقدر يقلبلك دماغك في حاجه تانية، الله ربنا يهديكي. وبقى ايه، ويبقى خسرتي اصحابك وخسرتي دنيتك وخسرتي اخرتك كمان. صدقيني والله والله العظيم ندم على القرار اللي انت خدتيه. لو انت رايحه مش عارفه الطريقه اللي بتتكلمي بيها دي، خلاص بقى خلاص. هو تقريبا كده تفتحي، بدأتي بقى تعملي في التصوير وتعمقتي اكتر في المجال ومعرفش ايه، تقريبا كده الدنيا غويت. وربنا يهديكي والله العظيم، ربنا يهديكي. انت اصلا مبقيتش عارفه انت بتعملي ايه، بقيت تعكي وتعجلي في حياتك وخلاص. ايوه انا دلوقتي أيوة. بصور في البرنامج اللي انا قلت لك عليه وده وقت التصوير عموما، يعني احنا عاملين فيكي مقلب. هي بس لبست الخمار بس ما لعبتش خالص يعني الحجاب يعني. لقيته قدامكم؟ في القناه. اديهالي، ممكن تديهالي؟ هو انت زعلانه منها ليه؟ يعني هي قررت ان هي تقول إن قدام الناس كلها ان هي خلاص قررت ان هي مكمله في الخمار مش النقاب، وشالت النقاب قدام الكاميرا. مين اللي اقنعها بكده؟ انا ايه بقى؟ عشان يعني الطف كده. ايه؟ الطف كده. انت مش شايفه ان هو الطف؟ الطف بكتير يعني. انا كنت كاتمه نفسي اصلا يعني. هو ايمان منتقبه برضو؟ مختمره. طب ايه المشكله؟ ما انت كمان مختمره. هي ايه؟ الو. والله دي احلى صحبه، اللي تتمنى صاحبتها احسن منها والله بجد، يعني ربنا يبارك لك فيها. هي اكيد ما سمعتش عشان الشبكه. اقفلي والله العظيم انا دخلت اصلا اتفضلت من الفيلم. طب تعالي استني هقول لك حاجه، بس هو احنا بنهزر، هي ما عملتش النقاب ولا حاجه، واحنا بس يعني هي النقاب ده والله العظيم حاجه زي القمر يعني، وهي لطيفه يعني، مش عمري ما هشجع حد انه يعمل كده، بالعكس انا يعني هدعي لها ان ربنا يثبتها، وكمان ربنا يثبتك ويقدمك خطوه، عشان انت ربنا يبارك لك اكيد يعني حته. انا كنت عايز اسالك عشان كنت عايز اسمعها منك، بس هو باين عليكي يعني ان انت صاحبه كويسه وحابه صاحبتك تكون احسن منك عادي يعني، ما عندكيش مشكله وحابه الخير ليها اكتر. ده اكيد يعني. واحنا كنا بنهزر، هو مفيش اي حاجه حصلت من اللي كويس الحمد لله. ده مقلب بس كده. موافقه لك ان شاء الله. اي حد محبط، اي حد معاه اي حاجه في الدنيا مشاكل، في دعوه معينه كده بقالك كتير قوي بتدعي بيها، بس للاسف يعني لسه ربنا ما قراتش واستجاب، خد قيام الليل فرض سادس حقيقي معجزه. هتلاقي كده ان الدنيا بتتيسر معاك، وحتى لو الحاجه دي شر ربنا هييسرها لك وهيخليها لك خير. بجد قيام الليل ده معجزه. انا اصلا اهلي ما وافقوش بالنقاب غير لما التزمت بقيام الليل. سبحان الله.